بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. الله 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 على الحلويات وعلى الحاجات الجميلة اللي بتتعمل النهاردة وعلى العظمة يا جماعة اللي في الفيديو ده. بصوا بقى، دي اكلة كده يعني اكلات الزمن الجميل، الاكلات اللي طعمها حلو اللي مليانة قيمة غذائية كده اللي كانوا اهالينا زمان بيعملوها. يلا بينا كده نرجع الزمن الجميل ونشوف احلى بصارة، اللهم بارك، شكلها يفتح النفس وطعمها بقى بص معدي شكلها بكتير جدا جدا جدا. بتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوها بطريقتي وتجربوها، وان شاء الله هتنال اعجابكم وهتنال رضاكم وتغيير كده بقى عن الاكلات وعن الغلاء. وبصوا يعني حاجة كده اقتصادية ومغذية وطعمها وريحتها وشكلها يتكلم عن نفسها. يعني انتوا شايفين كده الطبق بيغني عامل مزيكا كده مع نفسه. يلا بينا كده نشوف المقادير وطريقة التحضير بخطوتين اتنين. هتخلي البصارة عندك لونها اخضر كده مش مصفر زي ما بتشوفيها في اغلب القنوات، بتبقى صفرة شوية. لا، انا هقولك النهاردة على التركية اللي تطلعها معاكي لونها اخضر زاهي كده. وكمان هنزينها بقى بالبصل المحمر اللي انتوا شايفينه. المكونات بتاعتنا بسيطة جدا وطريقة التحضير اسهل بكتير. زي ما انتوا شايفين عندي نص كيلو كده من الفول المدشوش، انا منقياه ونقعاه كده لمدة ساعة في مية زي ما انتوا شايفين نظيفة. عندي حزمة كده من البقدونس ونص حزمة من الشبت. عندي بصلاية خضرة كده بالعروق بتاعتها ونص قرن من الفلفل الحامي. وعندي بصلتين كده حجمهم صغير او وسط. بس كده هنضيف كمان 4 فصوص من التوم زي ما انتوا شايفين كده، انا مقطعاهم رصاص كده. وهبدأ يلا بينا كده نروح على طريقة التحضير السهلة جدا جدا. هتعملي أجمل بصارة بأسهل طريقة بأحلى طعم إن شاء الله من قناتي أحلى أكلة مع سمورة. برحب بكل الناس الجداد اللي داخلين معايا في القناة وإخواتي الدايمين معايا، انتوا وجودكم في قناتي شرف ليا. زي ما انتوا شايفين عندي هنا في حلة على النار فيها مية سخنة داخلة كده على الغليان، هنزل فيها قصدي بكمية الفول اللي انا نقعاه لمدة ساعة. وهنا النقع يا جماعة هيسهل معاكم ان الفول يطيب بسرعة وكمان لونه ما يسودش. زي ما انتوا شايفين بنزل كده بالفول في المية، وعندي هنا كمية مية كتيرة شوية لان الفول طبعا ناشف وهيشرب كمية سوائل. فانا عايزة القوام يكون كريمي، يعني ضعفه حجم المية يعني ضعف عن حجم الفول. يلا بينا كده نشوف بقى التركايه الحلوة قوي اللي هتخلي اللون اخضر. عندي هنا هنزل بنص كده كمية الشبت اللي عندي، وما تخافوش يا جماعة من الشبت عمره ما يمرر البصارة. وهنزل كده بالنص الكمية بتاعة البقدونس اللي عندي. طب النص التانية سمورة هتعملي فيه ايه؟ خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر علشان الخطوة الجاية مهمة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين خرطت كده البصلاية الخضراء ونزلت بالثوم، وهنزل بالبصلتين الموجودين عندي. وكل المكونات بتاعتي حطيتها كده مع بعضها في الحلة، ما عدا بس نص كمية البقدونس ونص كمية الشبت اللي انا مجهزاهم عندي. ودول ان شاء الله اللي هيخلوا لون البصارة عندي اخضر جدا جدا بخطوة سهلة وصغيرة جدا جدا. يلا بينا كده نغطي بقى الحلة بتاعتنا ونقلبها كده قبل ما نغطيها. بصوا بقى يا جماعة، معلومة مهمة جدا، لازم البصارة تتعمل في حلة كبيرة كده زي ما انتوا شايفين علشان طبعا البصارة هتفور وهتغلي. ولو الحلة عندكم ما فيهاش مكان كده لتهوية البخار، هو الغطا كده زي ما انتوا شايفين. طبعا بقى الغطا لو مش متوارب وما فيش كده مكان يطلع البخار، هتلاقوا البصارة بحالها فارت كده وبهدلت لك الدنيا على البوتاجاز. انا بس كده اول ما غلت بديها تقليبه كده، بنزل الخضار في قلب الميه علشان كان طبعا عايم على الوش. وهبدا ان انا اغطيها واهدي النار واسيبها لما تستوي خالص خالص كده. الفول يكون مستوي عندي يكون زي الزبده. ما تنسوش اللايك حبايب قلبي فضلا طبعا وليس امر. زي ما انتوا شايفين انا هنا بعد حوالي نص ساعة كده او 35 دقيقة بدأ الفول عندي هنا استوى وراح زي الزبدة. طيب ايه بقى؟ يلا بينا كده نشوف بقى الخضار والشبت اللي احنا كنا ناسيينهم في اول الفيديو شايلينهم. هنا بقى الخطوة المهمة جدا، انا اول الفول ما بيستوي بطفي النار كده على البصارة بتاعتي، وبنزل بكمية البقدونس والشبت اللي فاضلة عندي، وبديهم تقليبة كده وبغطي كده الحلة. وبسيب كل الكلام الحلو ده يهدى كده شوية قبل ما اروح على الخلاط واضرب البصارة في الخلاط. طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين هنا يا دوبك كده كمية السوائل اللي عندي هتلف كده الفول ويبقى قوامه كريم. طبعا لو لقيتوا بقى ان الفول يا جماعة يعني ناشف شوية وهتبقى البصارة تقيلة قوي، حاولوا ان انتوا تغلوا شوية من المية وتزودوا بيها البصارة كده وهي في الخلاط. عندي هنا معلقتين
من السمنة البلدي، ودي جميلة جدا وبتدي طعم حلو جدا. وعلى زي ما انتوا شايفين كده على الحلة على طول. انا طبعا هنا مشغلة النار تحت البصارة، وعندي هنا كده رشة من الفلفل الاسود، وكمان رشة كبيرة شوية من الكمون، طبعا علشان التوم بقى والبصل و يعني مفعولهم كده على القولون. عندي هنا رشة شوية كده من الشطة، ودي اختياري. وعندي معلقة اساسي من الكزبرة الناشفة مطحونة في الكبة طبعا. وهبدأ ان انا املح البصارة بتاعتي، حطيت معلقة صغيرة من الملح. يلا بينا بقى ايه ندي ميكس حلو كده للبصارة الجميلة اللي لونها حلو قوي. شايفين بقى اللون اخضر وجميل ازاي؟ ده يرجع لايه بقى؟ ده يرجع لشوية البقدونس وشوية الشبت اللي احنا كنا حاطينه. طيب في ناس هتقولي الشبت هيمرر البصارة، لا غلطانين جدا يا جماعة. الشبت كتره هو اللي هيمرر البصارة، انما لو نص حزمة كده من الشبت بتدي طعم حلو للبصارة، وبتدي لون اخضر جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده انا خلصت وطفيت النار وملحت كويس وحطيت البهارات بتاعتي والزبدة. ما شاء الله الطعم رائع رائع رائع. بتمنى ان هو يعني انتوا ان شاء الله تجربوا الوصفة وتستمتعوا كده باكلات الزمن الجميل بتاعت زمان اللي بتدي الصحة وبتدي القوة كده. بصراحة ربنا يرحمك يا جدي، انت كنت بتحب البصارة جدا. يعني جدي يا جماعة ابو بابايا كان بيحب البصارة جدا، وكان على طول يطلبها من امي واحنا صغيرين. وفاكرة ان انا امي كانت بتعملها كده على طول، وتملى بقى الطبق كده بالبصارة. ما شاء الله كنا يعني اكلة جميلة جدا. شايفين بقى قوام البصارة ولون البصارة؟ بصوا يا جماعة، الناس بقى هتقول البصارة خفيفة، لا يا جماعة البصارة بتمسك نفسها وبتشد شوية. يعني زي ما تكوني كده انت لما تكوني عاملة فول وسايباه خفيف في الطبق، بترجعي تلاقي الفول يعني شد كده شوية من البروتين والنشا اللي فيه. زي ما انتوا شايفين البصارة بيكون شكلها كده. يعني انا بحطها في الطباق، هسيبها بس كده في الطباق حوالي 10 دقايق لما احمر البصل. طيب انا مش بحطها ليه على طول واحط البصلة فوقها يا جماعة؟ بصي بقى، انت لو حطيت البصلاية وهي سخنة كده ووشها يعني مجفش شوية، البصلة هتطرى ومش هتبقى مقرمشة. دي ملاحظة حلوة جدا لازم تعمليها. عبي البصارة بتاعتك في الطبق كده وسيبيها على ما تحمري البصل. هيكون وش البصارة من فوق اخد كده وش وشد شوية، وعلشان لما نرش عليه البصل المحمر، البصل يا جماعة ما يشربش من السوائل اللي في البصارة ويبدأ ان هو يضطر يفضل مقرمش زي ما هو. يا رب اكون قلت كل حاجة عن طريقة عمل البصارة الجميلة جدا دي، لان طبعا يا جماعة البصارة مش كل الناس بتعرف تعملها، ومش كل الناس شاطرة فيها. فطبعا بتمنى ان شاء الله ان انتوا تجربوها بطريقتي وتنال اعجابكم ورضاكم باذن الله. طبعا في ناس بقى كانوا زمان كده يقولك احنا بنحط على البصارة ملوخية ناشفة، كل واحد وطريقته. انا دي طريقتي يا جماعة، وبتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوها وتنال اعجابكم. زي ما انتوا شايفين وش البصارة هنا اخد كده ايه يعني اتشمع شوية. وبدأت انزل بقى بالبصل المحمر عادي جدا زي بصل الكشري. خرطت البصل ونزلت عليه برشة من الدقيق ورشة من الفلفل الاسود والكمون والملح، وحمرته في زيت غزير وطلعته زي ما انتوا شايفين كده مقرمش ولونه ذهبي كده وحلو. زي ما انتوا شايفين يعني هرشه كده بقى على وش البصارة، وعلشان تكون الأكلة بتاعتنا جاهزة ان شاء الله كده على الأكل على طول. يا سيدي بقى لو شوية بصارة من دول اتبقوا كده لتاني يوم، وانت طلعتيهم كده واكلتيهم ساقعين كده زي ما هم لتاني يوم، ما شاء الله بيكون طعمها حلو جدا. يا رب يا رب يكون الفيديو بتاع النهاردة خفيف عليكم، واكون انا كمان خفيفة عليكم. بتمنى ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وبتمنى ان انتوا تدعموني يا حبايب قلبي، وتقفوا جنبي كده في القناة علشان طبعا استمر معاكم كل يوم في رفع فيديو جديد. طبعا بقى الجمال هنا عد الكلام، يعني هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. اللهم بارك، يعني شكلها يفتح النفس حرفيا، وريحتها وطعمها كان حلو جدا، ورجع لنا كده ذكريات كتيرة واحنا صغيرين، ايام ما كنا صغيرين وكانوا اهالينا بيعملوا لنا البصارة الحلوة دي كده. طبعا يعني حلواني كده مرة في الشهر مرة في السنة، بس ان شاء الله هتنال اعجابكم وتنال رضاكم. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. مع السلامة.